يا ابو حميد، انا رحت اكشف عند الدكتور النهارده، والدكتور طلب مني شويه تحاليل. بس قال لي لازم تكون صايم قبل ما تعملها. لو عايز تعرف ايه هي التحاليل دي، وعايز تعرف ليه لازم تكون صايم قبل ما تعملها، يبقى انت محتاج تشوف الفيديو ده. في البدايه لازم تعرف ايه هي التحاليل اللي محتاج تكون صايم قبل ما تعملها، ومنها تحليل السكر في الدم، وتحليل الدهون، وتحليل الدهون الثلاثيه، وتحليل وظائف الكبد، وتحليل وظائف الكلى، وتحليل الحديد، وتحليل مستوى الفيتامينات زي فيتامين بي 12. طيب يا ابو حميد، انا عايز اعرف ليه لازم اصوم قبل ما اعمل التحاليل دي. خلينا متفقين ان اي اكل هيكون في حاجه او حاجتين على الاقل من اللي هنقولهم دلوقتي. هيكون فيه كربوهيدرات، دهون، بروتينات، فيتامينات، معادن، والى اخره. وحضرتك لما بتاكل قبل ما تعمل التحليل اللي الدكتور قالك لازم تعمله وانت صايم، ده بيلخبط نسب المكونات في جسمك. طب وده هيعمل ايه يا ابو حميد؟ ده هيؤدي ان نتائج التحليل اللي هتعملها هتطلع بنسبة كبيرة غلط. طيب يا ابو حميد، انا دلوقتي عرفت ان الدكتور لو طلب مني اعمل تحليل وانا صايم ما ينفعش اكل ولا اشرب خالص، باستثناء المية طبعا في اغلب التحاليل، وده علشان نسب المكونات دي في الدم ما تتلخبطش. انا بس عايز اعرف يعني ايه نسب المكونات هتتلخبط. هقول لك، كل مكون في جسمك له نسبة معينة في الدم، علشان نحدد اذا كان المكون ده موجود بصورة طبيعية ولا موجود بنسبة كبيرة او بنسبة قليلة في الدم، وهكذا. هنضرب مثال، نسبة السكر في الدم لها رينج معين، وحضرتك لو أكلت أو شربت قبل ما تعمل التحليل أنت كده بتعمل خلل في النسبة الطبيعية، وده هيؤدي بنسبة كبيرة إن نتائج التحليل هتكون غير دقيقة. طيب أنت أكلت وشربت واتبسطت ورحت تعمل التحليل، والدكتور اللي هياخد منك العينة سألك أنت صايم ولا لأ، وأنت حبيت تعمل نصح زي ما بيقولوا وقلت له أيوه أنا صايم. إيه اللي ممكن يحصل؟ تعال أقولك. أولا، نتائج التحليل هتكون غلط. ثانيا، الدكتور اللي بيشخصك هيشخصك غلط وهيديك علاج غلط. ثالثا، ممكن الدكتور يشك في التحليل ويقولك عيد التحليل تاني، يعني تكلفة زيادة عليك. وأخيرا، ممكن العلاج اللي مبني على تشخيص غلط يعمل لك آثار جانبية أنت في غنى عنها. هتقول لي كل ده يا أبو حميد علشان عملت التحليل من غير صيام؟ هقول لك أيوه طبعا، ولذلك لازم تسمع كلام الدكتور لأنه فاهم هو بيقول لك إيه. طيب يا أبو حميد، أنا كنت صايم المدة اللي الدكتور قال لي عليها قبل ما أعمل التحليل، ولكن نسيت وأكلت الصبح. أعمل إيه؟ ببساطة، هتروح للدكتور اللي بياخد منك العينة وتعرفه إنك نسيت وأكلت، وهو هيقولك إذا كان ينفع تعمل التحليل دلوقتي ولا تستنى لوقت تاني. أنت بقى واحد فورمة ومش بتضيع تمرين، وصادف إن أنت في يوم التمرين هتعمل تحليل وأنت صايم. قلت لنفسك هخف التمرين علشان أنا صايم، وهضغط على نفسي وهتعدي. أحب أقولك إن التمرين ممكن يعمل برضه خلل في بعض مكونات الجسم. هتقولي إزاي بس يا أبو حميد؟ هقولك، هنضرب مثال تاني بنسبة السكر في الدم. حضرتك لما بتروح تتمرن، التمرين بيخلي العضلات تسحب السكر من الدم علشان تعوض نقص السكر اللي بيحصل جواها بسبب التمرين. وده هيعمل ايه؟ ده هيعمل خلل في نسبة السكر اللي موجودة في دمك، فبالتالي نتائج التحليل هتطلع غلط وغير دقيقة. في النهاية حابب أقول إن لو الدكتور اللي طلب منك التحليل قالك اعملها ومش محتاج تكون صايم، يبقى اعملها ومفيش مشاكل. لكن لو قالك إنك محتاج تكون صايم قبل ما تعملها، يبقى اسمع الكلام علشانك وعشان صحتك قبل كل شيء. وبس كده، سلام.